عبد الرحمن نصار، مهندس معماري. الناس عبد الرحمن، تمام. وقاعد في البيت طبعا. ده انا ممدد تحت المروحه والله. اتفضلي. منار عبد المنعم العربي، ثالثه اقتصاد وعلوم سياسيه. منار عبد المنعم العربي. اهلا بيكي يا منار. بس انت اسمك مش في الليسته. انا اشتركت النهارده الصبح واسمي موجود بره على الريسبشن. حضرتك ممكن تتاكدي منهم. ما ينفعش تبقي بتدي ورك شوب ومش ابديتد باللي بيحصل. معلش يا دينا، يا سنه زالف شويه. انا خدت بالي. اهلا بيكي، منوره. انا مش محتاجه اسال. عارفه بقى اكتر حاجه كانت مهونه عليا بعدك ساعه لما رجعت مصر كانت ايه؟ هو في اصلا حاجه ممكن تهون عليك بعدي؟ انت ليلتك مش فايده. يا ريا، في ايه؟ ده انا بعترف لك. انت ولا ما تعرفي بقى ان هي واحده ست كمان؟ واحده ست مين؟ انت هتهزر؟ ايه ده يا سيد؟ ست مين؟ ايه ده لالوشك في ايه؟ ست مين انت؟ منار اختي، البت طالعه شبهك في كل حاجه. والله العظيم. منار؟ لا ما بقتش منار بقى، خلاص البنت بقول لك نسخه منك. شخصيتها بقى قويه جدا، بتثبت اي حد، جريئه، بتتعامل كانها بنت ملك. برافو. انا شفتها كده قلت مش ممكن، دي شبه دينا في كل حاجه. سئيله، رخمه، ما بتعرفش تهزر، انطق، مش كده بنت بقول لك يعني ولو اتقسمت نصين. طمنيني عليك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بيكي يا منوره. طيب بجد يا حاج صلاح؟ والنبي صحيح؟ طب وحياة الحمام ده ولا ما وعكله؟ تصدق وتؤمن بيه؟ قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا لسه امبارح بفكر ان انا ارجع مصر على اول طياره بكره. استنى بس يا اخ سيف، وحد الله. انا قلت لك هاي فرصه، يمكن ربنا يوفقنا فيها ويمكن يكون شايل لك الخير في مكان تاني. وانا طول يا حاج صلاح، وانا طول ده انا اتمنى اي حاجه والله العظيم ثلاثه. انا لو تعرف حالي انا اصعب عليك. طب تصدق وتؤمن بايه؟ قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا لسه امبارح برضه بفكر هقول لابويا وامي ايه. واحد خسر كل فلوسه في العراق ورجع لهم ايده ورا وايد قدام. ليك انا والله العظيم شكرت فيك على قد ما قدرت. هو شاب اصلا طيب مثل حالاتك وبيفكر يدخل الاسلام، وهاي سبب معرفتي فيه. ربنا يبارك لك يا رب ويجازيك كل خير على اللي بتعمله معايا ومع الناس كلها. طب وانا هشوفه امتى ان شاء الله؟ انا مش بتنك يعني، بس انا مش لاكل والله العظيم خالص. هو بيشتغل باحث، بينشر ابحاث بالجامعات وينشرها، وله شغل تاني بالصحافه بس انا مش فاهمه منيح. عموما تشوفه وبساله مثل ما بدك. ساكت يعني؟ هو ليه؟ أي حاجة، بس ما تسكتش كده. ابوكي عنده حق يا سلمى. عنده حق. عنده حق في إيه يا حازم؟ عنده حق يرفض جوازنا مع إنك ابن أخته الوحيدة. هو عارف كويس قوي إحنا بنحب بعض قد إيه. عنده حق يعمل اي حاجه عشان يمنعك انك تكملي حياتك مع واحد زيي، حتى لو كان من دمه. بتقول إيه؟ ابوكي بيحبك يا سلمى، اللي بيحب حد بيخاف على مستقبله، يمنعه انه يأذي نفسه حتى لو كان غصب.
هو أنا لما ببقى عايزة أكمل حياتي مع البني آدم اللي بحبه ببقى بأذي نفسي يا حازم؟ ولا هو للدرجة دي سهل إنك تخسري؟ اللي ابوك قاله فوقني. ما تزعليش يا سلمى. واحنا لازم نسيب بعض. عشان بحبك لازم نسيب بعض. سلام. وماله العريش؟ حلوة ومش بعيدة وهو تغير جو برضه. انا مش عايز اغير جو، انا عايز اهج من كل اللي نفسي فيه ومش طايله. ليه بس يا حبيبي؟ الله، إذا كان على الزمالة بتاعت بره هتيجي والله، كله بأوان. والله العظيم دي حاجه تضحك. بتمنى زمالة من انجلترا ونجي المستشفى في العريش. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هو انت بتدعي لي وانت بتصلي؟ والله كل يوم بدعي لك. بتقولي ايه؟ يا رب اديله على قد نيته. عشان كده هي الدعوه دي اللي بتعمل فيا كل الكلام ده. ليه؟ انت مش بتقول وظيفة كويسة ومرتبك هيزيد؟ ده العريش دي انا بحبها جدا، انا ممكن اجيلك، ما تقلقش انا بتحسن. انت اللي ما تقلقيش، لو الاشاعات والتحاليل انا هظبط اجازتي واروح معاكي من غير ما حد يحس. ربنا يخليك ليا. ولو اني مش عارفه البيت ده فيه حاجه بتقرصكم، كلكم عايزين تسافروا وتسيبوني. بتقرص يا ام سيف؟ هو احنا قاعدين في عشه فراخ؟ وان شاء الله يا ستي كلها كده كام شهر وهنرجع نتلم تاني تحت رجلك. بس انا هسافر لما انتوا تيجوا. سفر ايه يا حازم؟ ما ينفعش يا ابني، هتسيب امك لوحدها. مش كفايه انا؟ يعني ايه بقى كويسه؟ اعقل بس يا حازم، اعقل اعقل واستناني لما اجي. انا شويه وهنزل مصر باذن الله. قرار ايه اللي انت خدته؟ يا ابني انت راجل البيت دلوقتي، ما ينفعش تسيب امك وابوك. استنى بس لما اجي ونبقى نتكلم. سامعني؟ الو يا حازم. مش وقتك خالص. راح ينجن لما اختفيت من وجهه تماما، والمصاري اللي معه خلصت بعد ما دبرنا طرده من شركة عدنان. صار لازم نلتقي فيه بأسرع وقت ممكن، بس خلينا ننتظر إيزاك ليرجع من سفريته وبعدين نتناقش في الموضوع.